قال المره الجايه حكسر عليك الشقه. نعم واصلا ما راح يكون في مره جايه، بس نعم ايش تكسر شقه على مين؟ ليه؟ في بدايه الفيديو اللي قدامكم انا حسيت ان الفيديو والموقف ده في مصر، وغضبت جدا وقلت حتى لو كانت السيده ما تعرفش نظام الفندق، حتى لو ميعاد الحجز انتهى، لا يمكن العميل يتعامل بالشكل ده. انما سوء المعامله مع النزلاء هتعمل اسوأ دعايه للفندق، وتعالى اقول لك ليه. الساعه 5 الفجر، 5 الفجر قبل شوي دق علي سعودي، نرضيك. ترضيني ليش؟ انا زوجتك ترضيني. مش هتخشي مصر. حقل ادبي عليكي. سمعتوا الكلام؟ حقل ادبي. اذا انا غلطانه اتحاسب، اذا هو غلطان يتحاسب. اولا كسيده عيب قوي ترفع صوتك عليها او توجه ليها اي كلمه حتى لو كانت هي غلطانه. استغربت اكتر لما كملت الفيديو وعرفت بسرعه ان الموقف اللي حصل في فندق من فنادق الرياض حسب المعلومات المتاحه. انت تقولي انت مش هتخشي مصر؟ ليه يعني؟ انت رئيس مصر؟ مش هتقدري تخشي مصر. يلا بس روح هناك. المخطئ ده ياخد جزاؤه، وفي كل مكان فيه الصالح والطالح، والشخص ده لا يمثل إلا نفسه أولا وأخيرا. الراجل ده شغال في فندق بالرياض، المعلومات المتوفرة بتقول إن كمان مدير الفندق مصري، وحسب الفيديو موظف الفندق قال للسيدة السعودية مش هخليك تدخلي مصر. كل التقدير والاحترام للسيدة السعودية على وعيها ونضج تفكيرها، وعرفت ترد وتثبت حقها. واكتر حاجة عجبتني ان السيدة السعودية ما عممتش الحكم على كل المصريين زي اصحاب بعض التعليقات. مصر بلدك التاني وان ما شلتكيش الارض نشيلك فوق راسنا. عارفين ليه؟ لان الروابط بين الشعب المصري والشعب السعودي اكبر من اي تصرف زي تصرف الكائن ده. طفي الكهرباء على الناس. حتى حنسمع دي بعدين. على ما ضفيت اغراضي وغسلت وجهي وغيرته، طفى الكهرباء. والله اني فاتحه الشباك وفاتحه باب الغرفه عشان يجيني نوم. يعني تقدر تاخذ حقك بطرق اخرى غير انك تطفي الكهرباء. لا ويتطاول يقول انت مش هتخشي مصر، انت ما تمثل مصر ومصر ما تتشرف فيك.